الرياض. ابد يا بعدي، عندي مراجعة للمستشفى، يقولون عندي افتاق بجنبي يا ليمن، قلنا نلحق عليه قبل لا ينشق. اي والله يا ابو حاتم. لا ما تشوف شر ان شاء الله، وما ترى بأس. لها الحين يا بعدي كم لك معرس؟ وش لك انت كم لي معرس ولا ما معرس؟ خله بس اصب لك جاء شاهي تروق شوي. بهواك بس يا بعدي، ترى باسل عندي موعد المستشفى قبل صلاة الظهر، ودي توديني. هالفتاق والله انه مذيني، هاللي في هالجنبليمن جعله ما يجيك لا انت ولا حبايبنا. هو في الجنبليمن بس ينغز شوي، وابدا اقول كذا لو شفتني انقز لا تستغرب من ذا الفتاق. تسلم. عاد انا اخليك الحين ترتاح وتلين وتاخذ راحتك. السلام عليكم. هلا. تدري نشرب 4 دلال قهوة من بعد صلاة المغرب، وبعدين عطاني ملابسه يبيني اغسلها واكويها. يا بنت الحلال اكرام الضيف واجب، وهو كلها يومين ولا 3 ويضف وجهه، يقصد يسوي ذا العملية ويسافر. عملية؟ خير، ايش فيه؟ أدري يقول عنده فتاق مدري فتاق. والله منشين النفس. ايش نسوي طيب؟ ابو حاتم لا يوصلنا يا ابن اخي. ايش فيك؟ الكنديشن انطفيته احتريت وان ولعته برد. المكيف. الكنديشن والمكيف واحد. هذا بيتك؟ هنا. يا بعد وش بالك حاطن كنب في الصالة؟ إذا ما حطيت كنب في الصالة وين أحط الكنب يعني؟ حط لك جلسة أرضية، مدد رجليك أنت وعيالك وحرمتك، تحط كنب. حط لي دولاب، هذا دولاب. دولابنا مكتبة. تحط في الصالة. وشو تحطها في الصالة؟ ضيج على روحك، أنت قاعد تضيج على روحك. خذ عندك 3 جدار، هذا وشو له هالجدار هذا لو هديته أعطاك براح في صالتك وأعطاك سعة. حسبها هذا عندك 1 هذه 2 طلع عندنا 3 أمتار، لو تجمعها بعدد وهالجدار هذا ولا هالجدار هذا وش تبي فيه؟ قضة يا بعدي، يعطيك براح ويعطيك سعة. لو هدمت هالجدار وقضيته هالجدار طلع عندك براح يا بعدي، فهمت؟ هالبراح بيزين لك البيت، يخلي البيت يهفف. هنام؟ نعم باللي ما يعقله. يا رب رباه. يا ابو حاتم من احد؟ أبى أحط الساعة 8، أبى أصحى. والله الظاهر إنها تبي ترن وأنا ما حسيت فيها. إذا رنت قوميني. ابو حاتم يا ابن اخي. خير ايش فيه؟ ابو حاتم؟ لا أمه. إيه أبو حاتم يا أخوي ايش فيه؟ وينكم يا بعدي؟ قاعد بهالمقلط، عابي قهوة ما جانا قهوة، قاعد نحتري هالقهوة ما جانا قهوة. قلت بيت ولدك ادخل واطلب القهوة. يلا يا بعدي، يلا لا تصير هالباج تحب النوم، خلنا نروح انت قهوة ووسع صدرك، خلينا يعطونا قهوة. قال ليلة اسودت وظلمت، سن هالحشا في قلب محب للذلول. هذه قالها الجرادة في بن محرش، وقالها يا بعدي في ساعتها. بس يوم انه داخل على جماعته ويرد عليها بن محرش ببيتين، نزعلنا الجرادة. وش قال؟ ما ادري تحضرني ولا ما تحضرني. وش قال؟ ايه هذا أنت يا الجرادة؟ لا هذا أنت بن محرش. قال إيش قال؟ إيه قال ألا يا الجرادة لو تطيرني ما طعنات، تطيرني ولا ما تطيرني مصيودة. الله يبراك. وهو بن محرش اللي يرد رد ثاني، ويقوم الجرادة من زعلته على بن محرش ويرد عليه. تدري وش قال له؟ قال لا إله إلا الله. وش قال؟ تحضرني إيه؟ قال
عيرون الشراثي وهم شفلح وشطوب. الشطوب يا بعدي هي اللي تجي التفلحات اللي تجي في الرجلين. امسك هذا في ذا عندي شط من في ذا بين، شفت هذا الشط اللي على اليمين هذا اللي يسمونه الشطوب، اللي هذا هو التفلح. ارفق علي الفتاق وانا عمك، ارفق علي الفتاق. الجرادة قال ان السمع ذاك البيت اللي يقول أبنشدك يا حمود عن معرفة يوم ولا 8 سنين يا حمود جيران، وهو اللي نمت يا بعدي. بعدي قم نبي المستشفى، عندي موعد الفتاق. اي نبي نلحق على المستشفى. قم يلا 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 انجز. قل لهم يزينون لنا قهوه قبل ما نمشي. يلا يلا اقحص ونعمك. يلا يلا تعال اعلمك في بيت نقارها الجراده في واحد ثاني. يلا انجز. يزيدون الهيل وانا عمك شوي. اللي على السرا وين كرتك؟ اقول لك يا ابويا انا هنا ماسك سيره من اول الله يخليك واللي يرحم والديك. هذا كرتي مكتوب فيه اسمي ابو السباع، هذا الرقم حقي. اي والله يخليك ورانا مدارس بسرعه. طيب على وقفتك في هالسرة يبينا يومين ما خلصنا يا بعدي. تعرف طابور وش تسوي؟ دلالة لا قصرك منه ولا منه قصرك. سيب بالخير طال عمرك. مساء النور. انا الحقيقه بس لو تشوف لي الموضوع. لو سمحت خليك في السرا. لا انا معي رجل كبير. لو سمحت خليك في السرا واحترم الناس اللي واقفين. انا اسف. حق الاستاذ الدعوه بها السرة لا تجحر بيننا. انا اسف. وين يا اخوي الناس ماسكين سرا قدامك، بس تجي وتسقط على الناس. ورا وين تلحلح يا اخوي الله يرحم والديك، انا الحركات ذي مين موجوده عندي، بعدين هذا احراج في طابور لازم التزم اي بالطابور. بس هذول كلهم شباب انا كمان مسوي. لا يا بعد شايب السبيل. الاخ ابو حاتم مرحبا. نعم. بالنسبه